السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى متابعين قناتي قناة طبخات أمولة. اليوم راح أعمل معاكم فوفل ملبس، وهي وصفة مشهورة في اليمن، وإن شاء الله تنال إعجابكم. ومكونات الوصفة عبارة عن كاس من الماء، وكاستين من السكر، وكاسة من الفوفل المطحون، وهو يسموه هنا لأني مغتربة يسموها الباكستان سوباري، بس في باقي الدول مش عارفة إيش يسموها، أما في اليمن يسموه فوفل. وأيضا لدينا هنا ملعقتين من الشمر، وشوية من الهيل المطحون، وكاستين من جوز الهند. وهذا الشكل الفوفل قبل ما اطحنه، وبنكمل باقي الخطوات. في البداية أضيف الماء والسكر، وأقوم بخلطه، وبخليه لحد ما يذوب ويصير قوامه مثل الشيرة أو القطر، وبعدين بنسكب باقي المكونات. شايفوا لما يبدأ بالغليان يطلع زي الفقاعات، نخليه لحد ما نشوف الخليط ثقل معانا شوية. هاي نخليه حوالي 4 دقائق، وبعد كده بسكب الفوفل المطحون، بخليه مع الخليط عشان يعطينا لون بني. يعني الباكستان هنا في بريطانيا يسموه سوفاري، في باقي الدول مش عارفة الصراحة. المهم نخليه يغلي شوية مع الفوفل مدة مثلا دقيقتين أو 3، لحد ما نشوف الخليط مش خفيف. وبعد كده بسكب الشمر والهيل، طبعا النار مش هادئة، شبه عالية، مش عالية كثير ولا هادئة، عشان يتم الغليان سريع. يعني حوالي تاخد 5 إلى 6 دقائق على النار. أهم شي الخليط ما يكونش خفيف، لأنه لو الخليط خفيف ما بيتماسك معانا قطع الفوفل الملبس. وبعد كده بسكب جوز الهند وبخلطه على السريع، بنقوم بسكبه بصحن مملس بزيت. هنا نقوم بسكب جوز الهند، بنقوم بخلطه سريعا مع باقي المكونات. بعد ما اسكب جوز الهند اقلبه كويس، خليه حوالي دقيقة او دقيقتين مع التقليب، عشان جوز الهند يدخل مع المكونات. وبنسكبه بالصحن. دقيقة أو دقيقتين على نار متوسطة، فضل دقيقتين عشان يسخن شوية جوز الهند مع باقي المكونات. وبعد كده بقوم بسكبه بالصحن سريع قبل ما يبرد معايا، وبقومي بالضغط بهذا الشكل. أنا قد ضغطته
وعملته، عشان كده الجوانتي مش نظيف. نضغطه بهذا الشكل عشان يتماسك معنا تمام. وبعدين هنقوم برش، هنا يسموه باكستان ريد بان مسالة، حبوب من الملونة مع شمر مع حاجات خاصة بالوصفة، تكون مع بعض بكيس. في بالبهارات يبيعوها في اليمن عند أصحاب محلات البهارات. وبس، وبنخليه لحد ما يبرد شوية 5 دقائق، وتقطعيه داخل الصحن عشان لما يبس تماما ما تلاقي صعوبة في إخراجه من الصحن. بعد مرور 5 دقائق تقوم تقطيعه مربعات، الآن مش باين مع الألوان اللي فوقه. حتى الأطراف تحاولي تفصليها عن الصحن بس بشويش بالسكينة أثناء التقطيع. وبعدين لما يتماسك تماما بنشوف كيف بيكون شكله النهائي. وهذا هو الشكل النهائي للفوفا للملبس عزيزاتي، شوفوا كيف متماسك. بعد حوالي ساعة، ساعة ونصف، نقوم بإخراجه من الصحن، طبعا ببطء وشويش عشان ما يتكسر عليكم. شوفوا كيف ما شاء الله. طبعا عشان إنجاح الفوفا الملبس لازم خطوتين ضروريتين تعملوها. أولا لازم الماء والسكر تغلوها بالشكل المناسب، ما تكونش خفيفة، زي ما تعملي شيرة وتكون شوية كده مش خفيفة، عشان لما يكون الماء والسكر غلو بالشكل المطلوب يتماسك الفوفا الملبس. لكن لو خفيف ما بيتماسك معاكم، فخلوها لما تطلع فقاعات واغلوها على نار شبه عالية عشان يغلي معاكم بسرعة. زي ما قلت لكم مدة 5 دقائق 6 دقائق لحد ما تشوفوها ثقلت شوية. وأيضا لما تطلعوها من الصحن أطلعها أنا بملعقة بهذا الشكل، يسهل معاكم الموضوع وتطلع معاكم بسهولة. طبعا بشكل خفيف تطلعوها زي ما قلت لكم، مش تطلعوها بسرعة، بشويش. وبس عزيزاتي، أتمنى أن تنال إعجابكم يا رب، وأيضا تستفيدوا من وصفاتي يا رب. وأيضا أرجو الاشتراك بقناتي والضغط على سبسكرايب وعمل شير وعمل لايك، وبالعافية على قلوبكم.